السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك اخويا؟ الحمد لله، انت شلونك؟ والله الحمد لله. حبيبي اول شيء تحياتي لك، انا اسمي اسحاق كردي فيلي من بغداد، يا هلا بيك استاذ اسحاق. وعايش بامريكا. يا هلا بيك. حبيبي هلا بيك. عندي شنو شويه بعض فكرتك؟ الاسئله، يعني اني بصراحه مرات يعني اتابع فيديوهاتك انت. فيديوهاتك كانت حلوه بالبدايه، بس ما ادري شو بعدين. اني شوف، اول شيء بصراحه اني شخص مو طائفي، الله شاهد يعني. اني احب يعني الخير لكل الناس، زين. بس بشرفك انا اسالك سؤال، منو اللي بدا الحرب اول واحد؟ منو بدأ الحرب؟ اي خلينا هي نناقش شويه انا وياك اوكي، يعني. نو بروبلم، مو مشكلة. ماكو جواب قصير، ماكو جواب صغير محدد إلها. قبل شوية قلت اني شغلة. الحرب هاي ليش مثلا، خلينا نقول مثلا امريكا هي المتنمره، خلي نجي على هاي. امريكا هي المتنمره، زين. نعم. امريكا ليش ما تنمرت على كل هذول البلدان؟ ليش راحت واجت على ايران؟ طبعا مو من هسه على ايران، من وقت صدام. ليش دزت صدام غير على مود ايران؟ صار السقوط، ايران هم توبت ظلت. ليش؟ انا اقول لك ليش. لو ايران يعني هسه مثلا قبل الخميني كان الشاه يقولون كان ايران حلوه، اقتصاد، ما كان عليها حصار، ثروات، كان يبيع يعني استثمار وكل شيء. من اجى هذا النظام بلش موضوع باع هنا. أنا تعرف كل زين، بس يسمعون ثوره اسلاميه يسمعونك في شيء اسمه ارهاب، صح لو لا؟ هاي اقول لك اياها، كنا مسيح كنا اسلام، بس يشوفونا نحكي عربي نحكي بالثوره الاسلاميه يقول لك ارهاب. اي فمن بلشت الثوره الاسلاميه دزوا صدام، سووا اللي سواه، وقفهم. زين هسه راح صدام، رجعوا لنفس نشاطاتهم اللي هي يروح يدز لك اللبناني على مود يتعارك ويا اسرائيل، يروح يدز لك اليمني على مود يتعارك ويا اسرائيل، يروح يدز لك ما اعرف الحمد لله يعني العراقيين ما راحوا يتعاركوا ويا اسرائيل، هاي بالله نعوفها على صف، هاي كانت فتشي كل زين. اي فهذول جوي من جهه قالوا هذول اذا هسه عندهم هاي الصواريخ البالستيه اللي توصل لاسرائيل، هم يقولون تسقط اسرائيل وتسقط امريكا، يعني هم راح ينفذون. فامريكا تقول لك اذا نعوفهم لحد ما سووا الصاروخ اللي يوصل لامريكا راح ناكل خرا، فخلينا نخلصها من هسه. اي لو جاي قلنا افتهم لو اكيد. قلنا لو قلنا مثلا ايران ما كانت لا مسوي هالسوالف، وايران قاعده بحالها وتعيش اهلها وتتطور مثل ما تطور الخليج. ترى الخليج ذاك اليوم اتطور، ها قبل كم اي سنه تطور. لو اي نسوي نفس الشيء ما اعتقد كان اجى الامريكي ولا اي واحد كان تعدى عليهم. وهذا الكلام نعرفه كل زين. اي صحيح اخويا صحيح. فهو اذا تجي تقولها هسه منو بلشها؟ اي هسه صراحه اسرائيل وامريكا بلشتها، بس شنو كان السبب اللي وصلنا لهالمرحله؟ اي وهذا موضوع اتمنى ارجع واقول لا حد ياخذ يقول يونان انت جاي تتهجم على الشيعه، والله العظيم موضوع لا. شوف اخوي العزيز، مثل ما لا لا، قبل فتره، هو مو لا تهجم، انا دا اقول مثلا بالعكس ما ماكو تهجم. للي جاي يسمعنا هسه، مثل ما قبل فتره من كنت احكي على داعش كان يطلع لي واحد يقول يونان انت تحكي على السنه، قلت له حبيبي والله ما لي علاقه بالسنه، يا اخي والله العظيم ما لي علاقه بالسنه. عمي انا اسالك سؤال، انت مالك علاقه، الله وكيلك، انت مالك علاقه بهذول. انا هسه راح اوضح لك وجهه نظري. هسه سوريا قبل ايش قد كانوا مرتاحين؟ قبل 2011. من كان الرئيس بشار الاسد موجود هناك، صح، كانوا مرتاحين لو ما كانوا مرتاحين؟ كانوا انا كنت زين عايش هناك زين. وكنت مرتاح. انت كابن الطائفه المسيحيه، اي المسيحيين بسوريا كانوا عايشين بخير مرتاحين. بزمن بشار صح لو لا؟ صح، كانوا عايشين زين. بخير. هسه جوي ذولا احمد، هذا احمد، انا ما اريد اجيب اسامي. اي زين. جوجو رئيسهم اجى، سوى هو شو اسمه مالته والعصابات مالته، مو ضربوا الكنايس، مو دخلوا، ما خلوا صح طائفه ما اعتدوا عليها. صح انت صح. برايك هسه اذا منو الصح؟ احنا لو ذولا؟ منو انت؟ سوري من تقول احنا اريد اعرف منو انت قلت لي كردي انت. اني كردي فيلي. شنو يعني؟ هل انت من شوي يعني، هل انت من انت ايران انت من ما تعرف، الشيعه؟ انت ما تعرف. من تقول لي احنا، لا من تقول لي احنا يعني هسه انا اعرف الاكراد كان اكو مشاكل ويا الحكومه الايرانيه سابقا، فانت من لا تقول لي احنا انا ما اعرف منو احنا. مو مبين من الاسم مالتي تعرفني. اوكي. انت هنا انا متخربط، انا شفت الاسم بس دا اتخربط هسه. لا اوكي. لا، شوف من انا تقول اوكي. انا راح افهمك. شوف احنا اكراد فيليه، الاكراد الفيليه احنا بلهجتنا
لهجتنا الكرديه تختلف عن الكرمانجيه والسورانيه، لا نحكي لهجتهم ولا لا يفتهمونا ولا نفتهمهم. صح. احنا ما نفتهم لا جماعه اربيل ولا سليمانيه ولا غيره. اوكي. احنا اكراد فيليه مندلاويه، سامع بمندلي بالعراق لو لا؟ اي سامع بها. اي احنا سكنت بغداد. زين هسه اوكي انت بعد خلي حتى اجيك حتى بس علي لان انت سالتني عن سوريا. ها؟ فمن تقول احنا من شو وقت كان المسيحي احسن من كنا احنا، فانا شوي صار عندي خربطه. اذا بدك تحكي على حكم السوري سابقا حكم بشار كان الكل عايش احسن. اي هو بس هذا بس ما كان جو حكم ايران. شنو؟ بس ما كان جو حكم ايران وقتها سوريا. فانت حاليا تقارن، ما اعرف شلون تقارن تخبطها. انت سالتني قبل 2011، اوكي قبل 2011 الكل بسوريا كان احسن. فاذا تقارنه بين بشار وجوجو، بشار كان احسن. اوكي. شنو علاقه هذا بالحرب اللي جاي تصير هسه بين ايران وبين امريكا؟ هسه اقول لك. يعني هذا الرباط ما دا يوصل لي. اي الرباط اللي يريد الفكره اللي اوصل لك اياها. ايران بالعكس، ايران امريكا يقولون عليهم، امريكا وش اسمه يقولون عليهم ارهاب. بالعكس ايران دا يمول، اني دا اشوف ايران دا يمول حزب الله ودا يمول شو اسمه حتى يحاربون الارهاب. زين حزب الله وغيره ويمن وذولا الحوثيين هذول ما شفتهم قاتلوا اسرائيل، يعني الا من بدات الحرب هسه قاموا يطلقون صواريخ ويضربون. هم كانوا يحاربون ارهاب. ما دافتهم حزب الله كانوا يحاربون ارهاب، يا ارهاب كانوا يحاربون الارهاب بسوريا. اوكي تحكي على هاي الحاله. اوكي ايه على هاي الحاله. اوكي واليمن كان دا يتعارك، همين يقاتلون ارهاب كانوا بسوريا. بس كان عندهم اجندات كانوا اوكي زين لو تحكي بهاي اوكي خلينا نبقى هنا. وقتها الازرق وامريكا ما كانوا يضربون احد، صح لو لا؟ اي اوكي. من خلصت هاي المعمعه، من اجى هذا جماعه لبنان وجماعه اليمن، صارت احداث 10/7/7/10 ما اعرف ايش قد، ما اريد اقول اسمها. وين انقلبوا كلهم؟ انقلبوا على الازرق. ايران ولبنان ويمن، صح لو لا؟ ورا احداث 10/7 ورا احداث بس عيد لي كلهم قلبوا عليها. يعني هسه قبل ما يقلبون عليها ما كان لها علاقه بالموضوع. ورا ما اجى هذاك، ورا ما صارت احداث 10/7 مال غزه، كلهم قلبوا على الازرق. وكذا الازرق قام يضرب. زين هل الازرق يعني تقدر تقول لي الازرق هل الشرق الاوسط اراضيهم؟ بس يعني اريد جواب على سؤالي. هل اراضيهم؟ نعم. شلون يعني وين عندهم طابو انه الارض باسمهم؟ ولا هذولاك عندهم طابو ان الارض باسمهم، فلذلك ياخذوها بالقوه. زين هم وين كانوا قبل هاي السنين كلها؟ قبل ما يعني بال47 1947 قبل ما تستوطن اسرائيل بالشرق الاوسط، وين كانوا قبل؟ بس انت ما تحسبها بهاي اخر 20-50 سنه، تحسبها بالاف السنين. من الاف السنين وين كانوا؟ صح كان لهم، بس صح، بس اليهود المتدينين كان عندهم اراضي صح بشرق الاوسط، بس مو الصهاينه. هذول مين اجوا؟ يهود تحسبهم صهاينه، تحسبهم ايش ما تحسبهم لا مو اكو يهود متدينين واكو يهود علمانيين. الدوله علمانيه معروف عنها. انا دا احكي لك بعيدا عن كلهم، بعيد اصلا هي للمتدينين. ما هم المتدينين كانوا قبل الصهاينه. المتدينين والابراهيم ما له علاقه، موسى حتى ما دخلهم. ورا الانبياء داوود وما داوود وسليمان، ما هذول كلهم من انبياء متدينين مالتهم. وين كانوا؟ مو كانوا هناك؟ اي طبعا كانوا هناك. اقول لك هو لعد يعني هسه شوف، خلينا نقلبها الامور. لو نجي على الديانه الاسلاميه ابتدات من مكه ومدينه. يقدر هسه اليهودي يرجع لمكه ومدينه مع انه كانت لليهودي قبلها من شلون بس العفو، بس عيد لي. اوكي. الاسلام من وين بلش؟ مو من مكه والمدينه؟ تمام. تعرف مكه كانوا هناك يهود بمدينه؟ طبعا. نقدر هسه اذا نجي على حسب ما تقول انت هسه مدينه تعتبر لهم،
ليش ما ياخذوها؟ منو ما ياخذها؟ اليهود المتدينين، ما بدنا نحكي عن الصهاينة. ليش ما اي تمام ينقلون تمام، المدينه فهمتك. لهم؟ فهمتك اخوي. فلذلك دا اقول لك انبياء مالتهم كانوا موجودين بتلك الارض فيريدوها. احنا بالعكس اخوي، احنا ما ننكر هذا الشيء. هم انت سامع بالكنعانيين لو ما سامع بيهم؟ سامع بالكنعانيين. شنو الكنعانيين كانوا؟ كانوا جماعة يعقوب ويوسف، صح؟ يعقوب ويوسف شنو كانوا؟ كانوا من بني اسرائيل. اوكي. كانوا كنعانيين قبل، هذول كانوا متدينين. اوكي. زين، الصهاينة شلون مين اجوا وين اجوا؟ ما هو يعقوب من هو يعقوب ويوسف؟ ما هم ابائهم يعقوب اللي هو نفس اسرائيل. اي مو اقول لك يعقوب ما هو ويوسف هم يعقوب دول نفس كانوا إسرائيل. الكنعانيين دول. فهو اخذوا على اسم ابوهم اسرائيل وخلوه هاي الارض اللي هم اجوا منها اسم ابوهم. تمام. يعني انت حاليا انت تثبت ملكيتهم لهم للمنطقه. اي مو اقول لك احنا ما ننكر هذا الشيء، طبعا نثبت ملكيتهم. اوكي. بس مو هذول اللي ابادوهم. خلي احكي لك، يعني نجيب بالتاريخ شويه. شوف بالحرب العالميه من صارت، المانيا بادوهم، ورا ما خلصت الحرب وين لجأوا؟ قسم من عندهم شردوا سوريا، وقسم لجأوا الشرق الاوسط. زين ايش عندهم يمنا؟ ليش يجوا الشرق الاوسط؟ بس اريد افهم ايش عندهم هناك. انا هم ليش راحوا هناك للدول الاوروبيه؟ ما سالت هذا السؤال؟ ليش راحوا؟ انت قول لي. غزوات اسلاميه ليش راحوا؟ هذا مو سؤال سهل يا منو هو اوقف، منو هو الغزوات الاسلاميه؟ شلون طلعوا هم؟ ليش شلون طلعوا من المنطقه هناك؟ مو من الغزوات؟ ليش المسيحيين اللي هسه ابصر شيء دي يشوفون اثار مدن. هنا راح شويه بس. اكو اثار لمدن مسيحيه في الخليج، في قطر والبحرين، واذا تجي عليها قبل 100 سنه ما كانوا اكو مسيحيين، لذلك معناته كانوا اكو مسيحيين قبل 1000 سنه، اقل شيء قبل 1000 سنه تم اضطهادهم ونزحهم من هاي المناطق كلها، مما يعني انه كانوا هناك في يوم من الايام تم طردهم. قصدك منو اضطهدهم؟ قصدك منو اضطهدهم؟ اقول الغزوات الاسلاميه. الغزوات الاسلاميه اضطهدوا اليهود من اوروبا وطلعوهم من هناك. اليهود والمسيح، لانه اليهود رغم حروبهم مع الكلدان والاشور سابقا كانوا يقتلون بعض، رغم حروبهم مع جماعه الفرس كانوا يقتلون بعض، رغم الاحتلال احتلال روما لهم كانوا يقتلوهم، ما طلعوا منها الى ان صارت الغزوات الاسلاميه وقتها يعني تم مسحهم نهائيا. ما يخالف، اني وياك بهاي، بس انت انا اذا وصل لك فكره يا اخويا. هسه منو اللي بادهم سوى اباده بيهم بالحرب العالميه؟ هل المانيا مسلمين؟ يلا بس جاوبني على سؤالي. هتلر اللي سواه بيهم كان مسلم هتلر؟ يا حبيبي كان مريض عقلي، هذا ما له علاقه. انت هتلر شنو ديانته؟ مو انت دا تقول شو اسمه طلعوا منك من اوروبا من غزوات اسلاميه. زين هتلر كان اسلامي سوى بيهم هيجي؟ لا بس هاي شو له علاقه؟ اي شنو العلاقه؟ سؤالي واضح يا اخوي. يعني تريد اوضح لك اكثر؟ يعني شنو قصدك؟ انه هتلر كان مسيحي؟ أنا ما أعرف، ما أنا دا أقول لك لا مو قصدي. أنا ما أعرف هتلر كان مسيحي، بس هي ما له علاقة. بس أنا جاي أقول مو أنت سؤالك. الغزوات طلعوهم من هناك وهتلر طلعهم من هناك، قال إحنا ما نريد بعد نرجع لأرضنا. هذا اللي صار. وين المشكلة بالموضوع؟ منو قال ما نريد نرجع لأرضنا؟ هم قالوا بعد ما نريد نبقى ما حد، نريد نرجع لأرضنا، ورجعوا او رجعوهم الدول الاوروبيه، او شوف منو رجعهم. زين هم ايش عندهم قاعد من البدايه اصلا كانوا باوروبا اذا عندهم اراضي هناك؟ زين بهيك حاله اوكي، بهيك حاله ليش ما ترجعون اراضي المسيحيه في الوطن العربي كلها؟ ها؟ ليش ما نرجع الاراضي المسيحيه للوطن العربي كلها؟ ما احنا بعدنا موجودين ما طلعنا. احنا هسه تهجرنا. انت مثلا اذا من العراق تعرف احنا 80% من المسيحيين تم تهجيرهم واضطهادهم دينيا، من 2,000,000 صرنا 200,000. يعني اليهودي ما سواها من اي طرف؟ ما له علاقه بالطرف اخوي العزيز، هي بالاخير تجي على الكتاب. لا مو هنا، شوف حتى هنا حتى احصرك. لا ما تحصرني، لانه هي جايه من الكتاب.
هي جايه بالاخير يعني هسه اني اذا تقول لي مثلا مو من هذا الطرف، ما انتم بيناتكم تتعاركون، اني واقع بالنص. لا انت ما واقع بالنص، بالعكس. لا شوف، اني واقع هل بالنص انت اخوي العزيز، اني واقع اخوي بالنص. اخوي العزيز، عندي سؤال لك. هل انت شفت اضطهاد من طائفتنا؟ احكي الصدق. اكو هواي تفجير، صار هواي حالات، نعم هواي حالات شنو هواي الحالات؟ حالات، وهسه اكو حالات. هسه انا اكو ناس من يعني هسه انا مثلا دا انتقد ايران، دا يطلع واحد يقول لي تعرف انت لو بالعراق ونشوف اهلك كان ذبحناك. هاي بكل بساطه، هاي هسه دا اقول لك، ما دا احكي لك عن قبل ولا دا احكي لك عن قرايب، دا احكي لك اي هسه بالواقع حال. هذول ذيول حجي. شلون؟ هذا اللي مو انا يهددك، هذا وياك، ديع. مو انا وياك، ذول ذيول. ما دا اقول لك احنا واقعين بالنص احنا بين التنظيم اللي على اساس يقول سني هو مو سني، تنظيم ارهابي داعشي، وبين الذيل اللي على اساس هو شيعي هو مو شيعي، تنظيم عباره عن ذيل. فاحنا واقعين بالنص، فلا تقول لي من يا جهه، احنا من الجهتين ماكلين خرا، ما عدا من جهات ثانيه حشاك. يعني كحقيقه اي طبعا اذا خلينا نقول اراضي، خلاص خلي يرجعون اراضي، مو بس بالعراق، اراضي المسيحيين بالخليج كله. الخليج هسه دا يطلعون اثار، كان اكو كنائس مسيحيين كان اكو هناك تم طلعوهم، يعني مثل ما يقول لك تطهير عرقي حرفيا، نفس الاجرام اللي حاليا يتهمون اسرائيل دا تسويه بالفلسطينيين صار بينا تطهير عرقي. والله ما اعرف شو اقول لك يا اخوي، هي تاريخ طويل عريض، جرت من بدايه الخليقه لحد هاي اللحظه. مو هي هنا المشكله. الحل الوحيد هسه شنو هو؟ الكل يتقبل اغلاطه، والكل يسامح الاخ، وتعال حبيبي بوس، مثل ما نقول احنا بوس عمك بوس خالك ونعيش سويه. ماكو غير هذا الحل. اي صحيح، احنا صار يعني هسه ماكو غير بوس عم، يعني احنا اوكي تعال عوفنا من كل هذول دول الجوار، خلينا نحكي بس على العراق. الاديان احنا ايش دمرنا غير فلسطين من وقت صدام؟ لو ما كان قاصف فلسطين واسرائيل كان احنا بخير. يا ابو عوفه راح صدام، كان راح، كان يجي غيره، مو مشكله. بس منو دمرنا غيرها؟ والله اني يعني بصراحه ما اعرف. يعني احنا شلنا يعني صدام. شوف، صدام قتل شعبه وجوع شعبه، واخذ شو اسمه ولد العالم للجيش، زين. وطى امواله كلها، شو اسمه، صرف امواله كلها على فلسطين، ها، والشعب العراقي كاتله الجوع والفقر. شوف مو رجعنا يعني والله ما ادري احنا شلنا علاقه فلسطين على قولتك، شعبنا بيهم. اني وانت حاليا على نفس النقطه، احنا شلنا علاقه لا بعركاتهم. احنا وين ماكو عرس نروح نصفقهم. والله صدق. شلنا علاقه رب الحلو. والله صدق. والله انا اريد اعيش اسم على فاسه، هم الخال فلسطين واسرائيل، هم الخال وابن اخته، ها يتعاركون. احنا شلنا علاقه بكل عجله. هاي عركاتهم مو من هسه، هاي الاف السنين هذول عركاتهم. يعني الفلسطينيين مو ارض هم كان اكو قوم اسمهم فلسطينيين اللي هم نفسهم بعدين كانوا كنعانيين، صاروا ما اعرف شنو السالفه، اقول لك بس هاي عركاتهم من الاف السنين، يعني مو شيء جديد. صحيح. نجي احنا هسه نفوت خشمنا بالنص، ليش؟ والله ما اعرف ايش ماليني. اي على قولة الشيعة بكل عزل الطامه. اي نعم احنا بكل عزل الطامه. ايران تروح تتعارك ما عندنا اي مانع، بس ليش احنا يعني هسه لقيت 35 شهيد من جماعتنا، ليش؟ الله يرحمه. بس احنا اخويا، احنا هم ارجع واقول لك، انت هسه قاعد ببيتك، اني جيت، ها، قاعد ببيتك انت، ما معتدي علي، زين. هسه احنا شو اسمه المصالح الامريكيه كانت ماشيه بالشرق الاوسط، قواعدهم موجوده، زين، وكانوا دي يساعدون دول الخليج ومسوين بزنس ومدخلين شركاتهم. يا اخي مو حتى احكيها بصريح العباره، حتى لا تقول، حتى لا الف ولا ادور وياك. امريكا هم فتحوا باب جهنم على نفسهم. خلوا مو هم ضرع الستة ببيته كان يطلق عليه صاروخ، انت تسكت لي؟ اي طبعا طلقوا عليهم صاروخ، هذا مسكت قال له شلون راح ارد عليه؟ راح افلش كل قواعدك، اطلعك من هنا. بس هو موجود يمه بالبحر، ليش بده يروح يتعارك وياه بالبحر؟ من وين؟ امريكا موجوده يم ايران بالبحر. اذا من صدق كلامها انه ضربت بيتي، ليش ما زين؟ اوكي دقيقه اني دقيقه، اني قاعد بهذا البيت وانت قاعد هنا، حلو. يجي واحد مننا يضرب حجر عليك، بدل ما تروح تضربه ليش تجي علي تضربني اني؟ هو صح قاعد وراي، بس هسه اقول لك ليش. هذا المثل نطبقه على مثلا امريكا وايران.
ما هاي ايران موجوده واكو بواخر امريكيه بصفها بالخليج موجوده، ما يضربوها، يروحون هناك يزين. ليش؟ احنا شنو علاقه؟ هسه اقول لك ليش. مو هم شنو هدفهم لما ضربوا القواعد بالخليج؟ شنو هدفهم ايران؟ يقول لك ليش امريكا فاتحه قواعد بالخليج وقاعده من القواعد مالته تطلق علينا صواريخ؟ خلي افلش القواعد حتى اهزمهم بس ما طلقت. بس الخليج كله قال ما يطلع من عندنا صاروخ، احنا ما نسمح. هو لانه ماكو حرب من الخليج، لانه الخليج ما سمح. قال رغم كل شيء قالوا هاي دوله اسلاميه واحنا بدين واحد. لعد ليش راحوا من البحار الامريكان؟ لهذه الاسباب. فالقواعد الامريكيه من الخليج ما طلقت ولا صاروخ، فحتى بهاي حجتهم واقعه. حجي بس هم ترى شوف ترى هم عندهم يعني من آلاف السنين عندهم حقد علينا. ترى أنا حتى لا تقول لي أنا لحد هسه لحد يجيني هسه بالتعليقات يمك ويكتب لي أنت طائفي. عندهم حقد علينا من آلاف السنين. هسه شوف، خل أحكيها بصريح العبارة. السني هسه إذا الله وكيلك عنده استعداد يساعد الأمريكي، وإذا يشوف الشيعي يذبحه. خليه هيك أحكي لك إياها. شلون؟ السني هسه عنده استعداد يصافح الامريكي ويخلي تاج على راسه بس يشوف الشيعي يذبحه. هاي عقيدتهم عقيده تطرف اخويا. اسحاق باع ما نرجع ونقول كلهم. بس هاي التهمه مالك اقدر اسويها عليك. انت سويت هذا الشيء لما اجت امريكا، كلكم صفقتوا الامريكا على تجي تشيل السني. يعني هاي التهمه تصير عليك مو عليهم همينه. هاي التهمه اللي جاي تقولها على السني انت كشيعي سويتها بحرب 2003. اي تعرف ليش؟ مو انتقاما. بعد هسه انت عندك لا بعد انت جاي تبرر لنفسك. لا ما برر نفسي. صدام شنو سوى؟ صدام سوى بينا. ما مش دا اقول لك. شوف هسه انت عوفك بالاخير اسلام بيناتكم. ليش احنا مش سوى بينا؟ احنا من المسيحيين كناها. بس انت تتهم السني انه راح يخلي ايده ويا الامريكي على مود الشيعي. ما انت لما صارت 2003 حطت ايدك ويا الامريكي على مود السني. فنفس الشيء. يعني انت هاي التهمه يعني تتوقع عليك. عيب نسويها هاي هذا الكلام. هسه والله ما عندهم حقد عليكم. لا انت لما تقول عندهم احد حقد عليكم، ارجع واقول لك قبل خميني كانت ايران عندها مصالح ويا امريكا واسرائيل، وكان كلهم يشتغلون سويا واقتصاد وناس عايشه. فما حد عنده حكم، ما حد عنده حقد عليك اخوي العزيز. الموضوع اكو ذيول جو دمروا المنطقه. ولما الشيعي المعتدل جاي يحط نفسه ويقارن نفسه ويا الذيل، هنا جاي انت تسيء لعقيدتك قبل كل شيء، وجاي تسيء لابناء بلدك كلهم. اي وياك. بس هسه انت كمسيحي بشرفك تشعر بالامان اكثر ويانا لو ويا ذولا. يعني ويا الطائفه الشيعيه الحقيقيه، ما اقول لك الذيل. لا ويا الشيعة، ويا اثنينهم، ويا الحقيقيين اثنينهم. ويا مثلا سني معتدل ويا شيعي معتدل، ما عندي اي مشكله. يعني هم اني ما دا اشمل كلهم، بس عمي احس بامان. يعني هسه وين كل المسيحيين موجودين بدول السنه، دول الخليج كلها تحس بامان. فهذا السؤال يعني لا نساله. بس انت اذا جيت تجي على المناطق، حتى بالعراق، يعني اذا تسالني هذا السؤال بالعراق ويا اثنينهم احس بهاي. بس اذا تسالني هذا السؤال بسوريا، هذا بحث اخر. ما نقدر نخبط هاي الشغله ويا ذيك الشغله ويا ذيك الشغله، لان ما صحيح. بس باوع والله العظيم. هسه انا اقول لك شنو. هسه دول الخليج معظمهم طائفه سنيه. التعايش بيناتهم طبعا ما يسوي لك شيء. ليش؟ انا اقول لك ليش. لان امريكا من امريكا من سيطر وطاهم الحكم. بس بالمقابل سوى صفقه وياهم، قال لهم لا تعتدون على الناس، سووا قانون وخلوا حقوق وعداله بين العالم. هذا شيء زين. هذا شيء مو زين على مود تحكي به. هذا شيء زين. بس هو لو عليه، يعني لو مو امريكا، هم لو عليهم غير. هسه لو امريكا ما يتدخل والله اللعبه كانت بالعكس. لا اللعبه كانت بالعكس. اللعبه ورا ما تطوروا هم قاموا هم اللي قالوا احنا راح نتعايش ويا الجميع. مثل ما السعوديه حاليا جاي تطرد جميع المتطرفين. اكو هوايه من الشيوخ طلعوها، حتى الكويت اكو هوايه الشيوخ سحبوا جناسيهم على مود يطلعوهم، لانهم ما يريدون متطرفين. ليش؟ على مود يعطون هاي الفرصه التعايش ما بين الناس. هذا هو الحل الوحيد اللي راح يحل المنطقه الشرق الاوسط، لا اكثر لا اقل.
ماكو حل ثاني، البقيه كلها مضيعه وقت. اي صحيح. عرفت شلون؟ اخوي اسحاق كانت مشاركه حلوه كهوايد. حبيبي يا اخوي، على راسي والله. شكرا حبيبي لك. تشرفت بك اخوي الغالي. حبيبي ممنون منك.